اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم احلى متابعين في الدنيا. وحشتوني حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبصحه وسعاده وهنا. ربنا يسعدكم ويفرحكم دايما زي ما انتوا دايما مفرحين. هنعمل النهارده بيتزا المطاعم، جميله جدا، واقول لك اسرارها وازاي تطلع هشه معاكي وجميله، والعجينه بتاعتها قطنيه كده وتكون طريه وحلوه زي بتاعه المطاعم بالظبط. باقل التكاليف، مش هتاخد وقت خالص مننا ولا هتاخد مجهود ولا هتاخد يعني المكونات كلها موجوده في البيت. مش هتاخد اي افتكاسات، مفيش اي افتكاسات هنضيفها ولا اي حاجه. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو. معايا هنا كوبايتين مية، انا هعمل كيلو دقيق. معايا كوبايتين مية دافيين، طبعا بتدفيهم الاول قبل ما تعمليهم، قبل ما تحطيهم او تجيبيهم من السخان. كوبايتين مية، المج الكبير اللي هو بتاع الشاي، تمام. ومعايا معلقتين كبار خميرة وثلاث معالق سكر، ده اللي حطيناه في الطبق اللي هو الازاز ده، تمام. سيبنا الخميرة على جنب تخمر، لغاية ما تخمر هنحضر المواد الجافة. معايا هنا بقى الدقيق، معايا كيلو دقيق اهوت. حطيت نص معلقة ملح، وحطيت معلقتين كبار بودر لبن بودر، تمام. معلقتين كبار لبن بودر، تمام كده يا بنات. هنحط بقى ده على ده اهو زي ما انتم شايفين. طبعا الطبق كان صغير معايا، ما خدش كيلو دقيق، رحت انا حطاه قلبه تاني في الطبق البلاستيك اهو معايا. حطيناه يا بنات اهوت، وبدأنا نعجن. طبعا احنا حطينا كوبايتين بس في الاول ميه دافيه. الكوبايه التالتة بنعجن بيها. يعني كيلو دقيق هياخد معايا 3 كوبايات ميه دافيه، تمام كده. هتحطي كوبايتين الاول مع الخميره، والكوبايه التالتة بنعجن بيها اهو زي ما انت شايف. بنعجن بالراحه كده بقى. وطبعا وانت بتعجني حطي نص كوبايه زيت. نص كوبايه زيت يا بنات، تمام. يبقى العجينه بتاعتي تاني خدت 3 كوبايات ميه ومعلقتين خميره كبار وثلاث معالق سكر ونص معلقه ملح واللبن البودر 3 معالق او معلقتين. يعني لو عندك لبن بودر بزياده حطي 3 معالق على الكيلو دقيق، تمام. خلاص كده يا بنات اهو زي ما انت شايفه انا عجنتها اهوت. طبعا العجينه بتاعتها بتبقى بتلزق شويه. بتحطيها في بوله تانية بقى غير بوله العجن، وبتحطي ندعه زيت تحت كده، وبعدين تعوسي وشها بندعه زيت برضو تانية اهيت. ونركنها على جنب، بتغطيها بفوطه نظيفه وتسيبها على جنب لغايه ما تخمر معاكي. تمام كده. هنحضر بقى الحشوه بتاعتها. معايا هنا طماطم اهيت، ومعايا بصلايه، ومعايا 3 فصوص توم. هنضرب ده كله في الخلاط زي ما انت شايفه كده، ونحطها في بوله او تحطيها في حله صغيره وتحطيها على النار عشان نعمل صلصه البيتزا بتاعتي. الصلصه دي مهوله يا بنات، جميله جدا جدا جدا. بتحطيها على النار وتحطي نص معلقه زيت، نص معلقه سوري، من نص معلقه ملح، ما بتحطيش زيوت خالص. نص معلقه ملح ونص معلقه فلفل اسمر ونص معلقه بهارات، بس ما بنحطش ازيد من كده. بنسيبها لغايه ما تنشف معايا خالص الصلصه وتكون جاهزه معايا. انا سبتها على النار اهي تنشف براحتها. وادي الحشوه بتاعتي بدات احضرها بقى. معايا طماطم ومعايا بصل ومعايا جبنه موتزاريلا ومعايا لانشون او اي حاجه عندك بقى حابه تحشيها بفراخ، اعملي لها الخلطه بتاعتها ببصلايه على النار وتشوحيها، او لحمه مفرومه، اي خلطه، اي حشوه ممكن تحطيها. اعملي الخلطه بتاعتها قبل ما تبدأي في العجين، تمام. خلاص كده اهوت العجين بتاعي اهوت بقى زي الفل معايا. خمر معايا اهوت. بتديها بوكس كده وعشان يخمر اكتر بتهبطي الخمران زي ما انتي شايفه كده. وبعدين نبدأ نقسم العجينة بتاعتي نصين عشان انا هعمل الكيلو دقيق بيتزتين كبار، بيتزتين عائلي، تمام. طبعا شوفي بقى انتي لو هتجيبي البيتزا الواحدة من بره هتكلفي قد ايه. كيلو دقيق عمل معايا بيتزتين كبار، يعني تكفي العيلة وعيلة العيلة كمان. حاجة كده عسل. سمي الله بقى واذكري الله، وحطي لي لايك اللي لسه ما حطيتيش لايك، وقولي لي منين انت بتتابعيني من اي بلد. ويلا نكمل الفيديو. خلاص اهو يا بنات انا بعد ما قسمت العجينه اهوت لنصين حطيت ندعه زيت اهوت في الصينيه. طبعا اعمليها بالفرشه كده عشان ما تلزقش معاكي العجينه، ما تلزقش معاكي. وخلاص بدات اهوت اعملها اهوت. طبعا بتعمليها قرص كبير كده، وبعدين تسيبيها دقيقتين وتكملي طبطبه عليها كده زي ما انت شايفه، تفرديها يعني.
طبعا بتسيبها دقيقتين عشان تبقى سهله معاكي اما انت تيجي تفرديها زي ما انت شايفه كده. خلاص كده احنا فردناها اهوت طبعا، وبنخلي حرفها مدبب كده من الجوانب، ونجيب شوكة ونبدأ نخرمها كده زي ما انت شايفة كده عشان نضيع الخمر طبعا، وتبقى يعني ما تبقاش تخينة قوي معانا. تمام. خلاص كده انا خلصت اهوت بالشوكة طبعا، والصلصة بتاعتي جاهزة وزي الفل معايا. كانت جهزت على ما عملت فردت العجينة بتاعتي، كانت جهزت معايا الصلصة اهي زي ما انت شايفة، نشفت خالص، انا ما حطيتلهاش اي زيوت خالص. زي ما انت شايفه يا بنات طبعا. بتشيلي القشره بتاعه الطماطم قبل ما تحطيها في قلب الخلاط، تضربيها يعني عشان ما يبقاش فيه طفل بعد كده نقعد نصفي. تمام. خلاص كده اهي الصلصه جهزت معايا، استوت اهي خالص. بتجيبي الصلصه بقى كده زي ما انت شايفه وتبداي تفرديها اهوت زي ما انت شايفه على العجينه بتاعتك. تمام. خلاص كده اهوت. وحرفها بتعمليها كده بالفرشه كده، ما بتحطيش عليها صلصه كتير عشان ما تتحرقش معاكي الحروف بتاعتها. تمام يا بنات. ممكن الحروف دي طبعا تحطي فيها جبن وتروحي مقفله عليها تاني. تمام. خلاص كده يا بنات اهوت. انا حطيت الصلصه وحطيت فلفل بقى رومي وفلفل الوان، ومعايا بصله كمان كانت متقطعه معايا هي حلقات، حطيت برضو حته منها، والحته سايباها على على الصينيه التانية. ومعايا لانشون اهوت، او بيري، حلقات البيري ديت يعني بتحطي اي حاجه اهوت زي ما انت شايفه اهوت، الحشوه زي ما تحبي، الحشوه اللي تحبيها حطيها. ومعايا الجبنه الموزاريلا بتاعتي اهوت، يعني حطينا الفلفل الالوان، ومعايا طماطم، ومعايا بصل، ومعايا اللانشون، ومعايا الجبنه الموزاريلا. معايا زيتون كمان اهوت مخلي بتحطيها فوق. وادي الصينيه بتاعتي جاهزه بكل سهوله، جميله جدا 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 جدا. شوفي لو انت هتجيبيها من بره هتجيبيها بقد ايه، طبعا غاليه جدا من بره، احنا عملناها باقل التكاليف اهوت في البيت، وفرحنا ولادنا باقل التكاليف. معايا التانية هي برضو هي بدات خرمتها بعد ما فردتها، وهحط فيها الصلصه، وهعمل زي ما انا عملت طبعا في الاولانيه بالظبط. تمام. ممكن تعملي واحدة حشوة والتانية حشوة مختلفة، زي ما تحبي، اللي تحبيه حطيه. انا ما كانش عندي اي نوع حشوات، رحت عاملاها اقتصادية خالص وسهلة باللانشون زي ما انت شايفة اهو. تمام. خلاص كده يا بنات اهوت زي ما انت شايفه انا عملت الصينيتين زي بعض اهوت، تحفه تحفه تحفه، شكلهم يفتح النفس وجميله جدا. هتحطها بقى على درجه حراره 200 في الرف التحتاني خالص. اول ما تاخد لون تحسي ان خدت لون من الجوانب، بتشغلي الشوايه حاجه بسيطه خالص، يا دوبك الجبنه تسيح وخلاص، على كده تكون جاهزه. خدت معايا بالظبط ربع ساعه. تمام كده يا بنات، مش اكتر من كده طبعا. كل شويه بتغيري الصاج بتاعك او الصينيه بتاعتك عشان تاخد اللون الحلو من تحت. خلاص كده هو انا قطعتها زي ما انت شايفه بقطعه البيتزا، تحفه 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 يا بنات. شايفين من تحت عامله ازاي، وهشه وقطنيه وجميله جدا جدا. شايفين من جوه عامله ازاي. طبعا كل ما تزودي لها بقى الجبنه الموزاريلا كل ما تشدي معاكي الجبنه اهوت زي ما انت شايفه اهوت. رهيبه يا بنات، جربوها بالطريقه دي هتعجبك جدا جدا جدا، هتبقوا استاذه فيها، مش هتشتريها من بره تاني ابدا ابدا ابدا. شايفين الجبنه سايحه وجميله ازاي. الشوايه ما تشغلهاش كتير من فوق عشان الجبنه تفضل سايحه وجميله كده، ما تبقاش محمره قوي، يعني يا دوبك تسيح زي ما انت شايفه اهي. تحفه يا بنات. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنسيش تحطي لايك. تمام. اشوفكم في فيديو جديد. في حفظ الرحمن، بحبكم في الله يا احسن اخوات في الدنيا. مع السلامه.